احتفلت أسرة الأمن الوطني بوجدة على غرار باقي ولايات الأمن على صعيد المملكة المغربية بالذكرى 68 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين. إن هذا اليوم يشكل مناسبة أيضا لنقف على المهام النبيلة التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية في الحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وكذا تثبيت دعائم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، مع تدعيم جسور التواصل مع مختلف مكونات وفعاليات المجتمع المدني. وشكل هذا اليوم المتميز فرصة لتقديم الحصيلة الأمنية السنوية والمكتسبات الأمنية المحققة في الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى فاتح ماي 2024. عرفت ولاية الأمن تسجيل 46648 قضية، أنجزت منها 44399 مع تحقيق معدل الزجر عام بلغ 95.18% مقابل 91.98% في السنة الماضية، مع تقديم ما مجموعه 29626 شخص أمام العدالة. هذا وقد مكنت العمليات الأمنية المتعلقة بمبادرة الشرطة المنظمة على صعيد جميع المناطق والمفوضيات التابعة لهذه الولاية من إيقاف 54763 شخص في حالة تلبس بالجرم المشهود، مع تحقيق محجوزات مهمة من مختلف الممنوعات جاءت على الشكل التالي: 1 طن و618 كيلوغرام من مخدر الشيرة، 25 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، 562 جرعة من مخدر الهيروين، 328 كيلوغرام و132 غرام من الكيف وطابة، 16412 سيجارة ممزوجة بالكيف، 303 قرص طبي مخدر من مختلف الأنواع، 26740 قنينة من الخمور المهربة، 1403 سلاح أبيض، 5514 علبة من السجائر المهربة، 2408 علبة من الأدوية المهربة، 1905 أنبوب مخدر من مادة الصق مطاطي، 1866 علبة من مادة المعسل، و761 سيارة تم حجزها لها ارتباط بأفعال إجرامية. في نفس الإطار تم حجز 803 دراجة كانت تستعمل في عمليات إجرامية. وأبرز نائب أمن وجدة سعيد الدودي أن هذه الولاية وتنزيلا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت على تبني مخطط عمل مندمج للتواصل والانفتاح على المواطنين وجميع فعاليات المجتمع المدني، وذلك لتعزيز وترسيخ قيم الشرطة المواطنة. واختتم هذا الحفل بتوشيح عدد من أطر وموظفي الشرطة بولاية أمن وجدة المحالين على التقاعد بأوسمة ملكية نظير الخدمات التي أسدوها طيلة مشوارهم العملي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني. أنا جد مسرورة بهذا التتويج وهذا التكريم الذي توجني به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، متمنية له طول العمر والصحة الجيدة. وبمناسبة ذكرى 68 فإنني أهنئ جميع أطرها بمختلف رتبهم رجالها ونسائها، وكذلك أشكر مديرية العامة للأمن الوطني على هذا الاهتمام بالنسبة للمتقاعدين.